مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، مع حضراتكم في محافظة الشرقية. احنا تحديدا موجودين في قرية خلوة الشعراوي التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، واللي شهدت يوم الأحد الماضي واقعة مأساوية راح ضحيتها طفل اسمه مصطفى عنده 2 سنين. الطفل كان بيلعب قدام بيته واستدرجته واحدة جارته عند اسمها سكر، عندها 40 سنة. الست بسبب خلافات مع أسرته أو مشاكل بينهم، يعني أيا كان إيه هو السبب، ما يستدعيش إن هي تقتله بالجبروت ده. طفل عنده 2 سنين قتلته جارته، خدته استدرجته لحد بيتها جوه، وقامت بخنقه ووضعته داخل جوال وداخل حقيبة، وقامت بإلقائه بإحدى الترع اللي تابعة لمركز منيا القمح. احنا دلوقتي موجودين مع والدته، هتحكي لنا تفاصيل اكتر عن الواقع. البقاء والدوام لله. احنا بنعز حضرتك، ربنا يصبرك يا رب. قولي لنا ايه تفاصيل الواقع كده من البدايه. انا سبت ابني، اديته لسته ومشيت على المنيا الساعه 3:30. ربنا يصبرك يا رب. اديته لها، واول مره اقول لها خلي بالك منه. يعني انت اللي سبته لها؟ هي وديته لسته في ايدها. مرات عمرو راحت تجيب له حاجه، وجات الواد راح قعد ريحها. راحت مرات عمو تاخده، الواد مرضيش يروح مع مرات عمو عشان هو اصلا بيحبها. فراحت مرات عمو تعالى يا مصطفى، قال لها لا. هي قالت لها سيبيه جنبي، وراحت البنت اللي انت عايز تجيب لها. طلعت 5 دقايق تجيب لها بنطلون، وجت لقيتها طلعت تدور على الولا، ما لقيتوش. لقيتها هي طالعه من البوابه وفي ايدها على راسها شنطه. فبقول لها مرات فين يا سكر؟ قالت لها ما اعرفش، روحي دور عليه. انا اعمل ايه تاني؟ ما شفتوش، رغم انها سايباه معاه. هو الواد على راسها اصلا. قتلته وحطه في الشارع وفي الشنطه وخدته ومشيت. انا عايزه حق ابني. انتوا عرفتوا من التحقيقات ان هي قتلته ازاي؟ هما جرروها وقالت لهم ان انا خدته وقتلته وحطه في الشارع. يعني قتلته ازاي؟ بالخنق ولا بحاجه؟ بيقولوا هما بيقولوا خنقان. خنقاه؟ قالوا خنقته وهي اللي جت طلعته بايدها. طيب قولي لي ايه السبب اللي خليها تقتله مش عارفه بكل الجبروت ده؟ والله العظيم ما اعرف، ماليش مشكله معاها خالص، ولا بعمل مشكله في الشارع كله اصلا. انا واحده في حالي. يا ريتها هددتني، انا كنت خاطره، كنت فشت من البلد. قبل الواقع ما حصلش اي حاجه؟ لا. طب ان شاء الله نبقى. قالت ايه في اعترافاتها؟ مش عارفه. انا عايزاها تتشنج. بدعي بحاتم عادل ياخد حق منها ان شاء الله. حق ابني ده، ابني عنده 1 سنة و10 شهور، ما تمش 2 سنين. اتسافر. ربنا يصبرك يا رب. انا طول عمري وروحي كله مني. هو ابنك الصغير ولا؟ ايوه، جاي على 3 بنات. اتمنيته من ربنا وجاي على 3 بنات. يعني هو الولد الوحيد؟ هو الوحيد وهو اللي معايا. حرقت قلبي عليه. منها لله. حسب الله ونعم الوكيل فيها. انا بتمنى من ربنا ومن القاضي اللي يحكم عليها ان يقطع ايديها الاثنين، اللي هي شنقت بوم ابني قبل ما يشنقها، يقطعها يا حيه، عشان تحس باللي عملته في الطفل ده. قولي لي انتوا عرفتوا ان هي اللي عملته منين قبل ما حسيت؟ مع اني ما اتوقعش ان هي تعمل كده. ما اتوقعش ان هي تعمل كده اصلا، بس انا جالي احساس ان هي لقيت عمه دوت ابني بيقول له يا بابا، ما يعرفش ابوه اصلا ابنه، ما يعرفوش، ما نطقهاش له لحد النهارده، ما نطقهاش لابوه. ما قالش لسه يا بابا؟ لا، ما نطقهاش له ولا قبل ما يمشي ولا بعد ما جه. والده كان لسه جاي من السفر عشان يعملوا العقيقه؟ لسه جاي قبلها ب3 ايام، خدته في اليوم الثالث. رايحين نجيب حاجه، لقيت عمه عمال يدور في البحر وعمامه والبلد كلها. قلت له اطلع، ابني مش تايه، ابني مات. انا ابني مات ازاي يا بنتي؟ قلت له والله ابني مات، وسكر اللي قتلته، وهي قاعده بتشرب شاي. انت بتقولي كده احساسك جاي؟ احساسي قال لي كده، ما هي اخر لحظه معاها كان معاها.
يعني ايه اللي خليك تشك فيها ان هي مش عارف. هي بتعمل اي مثلا مشاكل لا. على طول؟ هي متهيألي مش عنيفة سعودية مثلا او كده؟ ماشي، بس انا قلتها من غير ما اشك فيها. قلبك اللي حس، انا قلب مش شاكه الأم. فيها، ولحد ما كانوا واخدينها في البوكس ما كنتش شاكه فيها، بس انا حاسه ان هي مم. حسيت ان هي. وقعدت اقول لهم ابني ابوي يدور هنا وعمه يدور هنا. قلت له تعالى ابنك مقتول في الشارع برضه من الحاله كده. قلبك اللي جابك. والله العظيم من الحاله كده. يشتموا فيا ويزعقوا. قلت لهم والله العظيم الواد انقتلوا في الشارع. التافره اليهوديه السفاحه اللي قتلته سكر. التافره بنت. مش عارفه اجيبها لك تعالى كده. لا حول ولا قوه الا بالله. قتلتك يا ابني، قتلتك يا امك يا ابني، قتلتك وخلتك من قلبي يا ابني. لا حول. حسب الله ونعم الوكيل فيها. بتمنى من ربنا يحققوا العداله ويقطعوا ايديها ويحضروني شنجها، بس ايدها تتقطع وهي حيه عشان تحس بالوجع. لما ابني كان بيقول ابني بيضحك في ايدها. هو يجي الناحيه دي هتبقى حلوه. ابني كان بيضحك في ايدها وبتخنقه. مرجش قلبها دي مرجش. لما تلاقي طفل انت بتخنقه فهو بيضحك. التافره بيتها ريحه اهو. انا كل ما اشوف بيتها جسمي بيجيب نار. نفسي اخد حق ابني، ان شاء الله هتاخدي. نفسي اخد حق ابني. قول لي حضرتك كنت مسافر ورجعت من السفر عشان تعمل عقيقه ابنك، اه ايه اللي حصل؟ اللي حصل انا جيت غبت عن البلد سنه وشهر. وقلت انزل اعمل عقيقه ابني وافرح بيه. فجيت قعدت الخميس والجمعه هنا ما نزلتش من شقتي. فطلعت السبت قلت لمراتي تعالى نروح نجيب شويه هدايا ونجيب ولا الحد. رحنا الحد نجيب شويه هدايا ونجيب شويه طلبات للطباخ وبتاع عشان هنذبح له. فرحنا الساعه 3:30 اتصلوا بينا هناك على الساعه 5 و4:30. قالوا مصطفى مش لاقيين. يا جدعان ازاي احنا كنا سايبينه في البيت؟ قالوا مش لاقيين. فطلعت على طول وجيت انا ومراتي لقيت الناس بيدوروا هنا وعمالين الدنيا مقلوبه. والمغرب ادن علينا قلنا بس الواد مش في البحر ولا هنا ولا هنا. ما عندناش خوانه اصلا ان هو ينعمل في كده. ما عندناش خوانه. فجبنا بقى الكاميرات ولقينا اللي اسمها سكر دي واخده شنطه مش قادره تشيلها على راسها وراحت العوده ورجع بها هي والكاميرا دي بقى فاضيه. تحت البطاقه. يعني الكاميرات باين ان هي شايله شنطه مش قادره تشيلها. ايوه. لكن راجع بيها فاضيه خالص. صعب ده الاثنين. فلما جينا هنا وراحت مسحه البيت مرتين وعملت شاي وطلعت على بره مفيش اي. يعني قتلته وعملت شاي وقاعده قدام البيت. ايوه ما عندهاش قلب خلاص. خلاص اتمزع من قلبها الرحمه خلاص. ماش عشان تحس ماش وجيت هنا وتشرب شاي وتعالى دور في البيت. انا ما ردتش عليها. ايه اللي خلاها تقول لكم تعالوا دوروا في البيت؟ احنا مش انا لحد دلوقتي مش متصور اللي ابني مات. انا عايز اسالها، عايز اجيبها كده حد يجيبها لي انا عملت فيه ايه. انا وامه مش ذنبي ان انا جاي من سفر اخد امه وافسحها واديها هنا. ما حدش دي مراتي. هو انا ذنبي عشان احب مراتي؟ ايه الغيره اللي تموت طفل زي ده؟ مش عارف حاجه. مش عارف حاجه. يعني هي قتلته غيره؟ ايوه قتلته غيره. مش عارف حاجه. عايزين اعدام البت دي لازم تنعدم. انا قلبي مولع نار مش عارف اخد عذابني. عذابني لما اشوفها معدومه. انا بطلب من العداله عذابني. انا مش عايز الا حق ابني. مش هعمل مشاكل. انا سايب لربنا ثم العداله بتاعت بلد. ما عرفتش من خلال التحقيقات ايه السبب اللي هي خلاها تقتله بالطريقه دي؟ ما عرفناش حاجه. انا عن نفسي مش عارف سبب. انا فرحه وراحت مني زي ما كان حلم بحلمه. انا طول السنه وشهر هناك بشوف العذاب افتكر ولادي اقول يا رب هون على السنه دي عشان انزل. ما لحقتش اشوفه غير 3 ايام بس. أمي يومين اللي شفته انا عايز حق ابني. تنعدم في اقرب وقت. وقضيه خلصانه ما ترفع عن نفسها. تنعدم في اقرب وقت عشان النار اللي في قلبها وامه تهدى. ومش هتهدى. هو اعدامها يريحها. انا عايز عدل بلدي يجيب الحق. انا مش هعمل مشاكل واقف لحد. انا مع القضاء بتاع بلدي. هم كتر خيرهم جابوها في 24 ساعه جابوها. انا مش عايز الا العدل.
ده اللي انا عايزه. قول لي، هي متعوده انها مثلا تعمل مشاكل مع حد، بتضرب حد او يعني بتتعامل بعنف مع اي حد؟ طبيعي ما بتتعامل بعنف مع اي حد. اه طبيعي. وانا كنت بره البلد اصلا، ما يعني اعرفش مش لاقيه سبب يستدعي واحنا مش لاقيين سبب لهذا الجرم البشع يعني. واحنا مش لاقيين سبب لكده. قلبها يهود، مش لاقيين سبب. هي قلبها يهود، نزع منه الراحه. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. قولي لي بتطلب ايه؟ بطالب بالعداله، ياخدوا حق ابني ويطفوا نار قلب امه انحرق على ابنها. انا ابني عنده 10 شهور، انا عمري طفل بيرضع. بطالب يشنقوها، بس قبل ما يشنقوها يقطعوا ايديها. دي اللي انا طالباها. ابني حرق قلبي من جوا، انا هو اللي كان معايا، ما عملتش فيها حاجه. بطالب يقطعوا ايدين سكر، دي اللي انا طالباه. قبل ما تتشنق وهي حيه يقطعوا ايديها الجوز، تبقى عبره وتتشرك في ميدان عام، عشان تبقى عبره لكل اللي يعمل في طفل كده. مصطفى كان متعود ان هو يقعد معاها او هي بيحبها. يقعد معاها؟ بحبها. يعني مصطفى بيحبها. بيحبها التفره، ابني بيحبها. قلت لي كمان يمكن في بدايه اللايف ان لما عمته رجعت ان هي تجيبه، مرات عمه قالت لها سيبيه جنبي. قالت لها سيبيه جنبي. هو عشان بيحبها فضل قاعد جنبها يلبت فيها. طفل مش مدي الخوان. يعني متعود ان هو يروح يقعد جنبها. ايوه طفل مش مدي الخوان. طفل بريء. حد في العالم ده كله بيموت اللي بيحبه، ده طفل ما يعرفش ابه من رابه، وهي بتخنقه بيضحك لها. يعني ما فيش قلب خلاص، انعدمت الاحساس. عميت. هي قالت كده في تمثيل الجريمه. عميت. احنا عميت. طفل بريء قدامي يعني. يا لهوي. انا انهارت لما شفت الكاميرا، انهارت خالص. اما انا شفت الكاميرا ابني في الشنطه وشايلاه كده، رافعاه بايديها الاثنين عشان مش قادره، وهي ده مفيش رحمه، وتمشي المشوار ده كله بوها كده. ده غل جوه قلبها. ايوه. لما تخنق ابني وتشيله كده وتمشي في وسط البلد كلها وتروح تحطه لي في مصر وتيجي، وكده عايزه تعمل فيا ايه؟ مش عايزاني اعرف له طريقه اصلا، عايزاني طول عمري ادني في نار وولعه ان ابني تاه مش عارف عنه حاجه، مش ان مات، ان تاه. بس الحمد لله، الحمد لله ربنا. الحمد لله. بشكر ربنا وبشكر العداله، واللي هم جابوا لي حق. يعني هم جابوها قبل ما تتم 25 ساعه ولا 24 ساعه، هم لقيوها قبل ده كله. هي كانت لسه موجوده في البيت ولا كانت مشيت وسابتها؟ كانت موجوده، وعرفوا طريق الولد قبل ما يتم 24 ساعه، وراحت طلعته قبل ما يتم 24 ساعه. طلعته لهم. انا عايز تعالى لامه شوف انت زعلانه من ايه. لو هي زعلانه مني في حاجه تقول لي، تشنقني، تسلط عليها عربيه تخبطني، انا راضيه. انما الطفل مالوش ذنب. عارفه لو سلطت عليها عربيه خبطتني انا راضيه. الطفل مالوش ذنب. بس ان ايه بتعمل في ابني انا كده لا. انت شايفه ان هي بتغير منكم طول الوقت؟ ماشي بتغير، ست بتغير من ست طبيعي. بتشوف ست لابسه حلو بتغير. بس مش راضيه. يعني انا غير منك انت لابسه لبس حلو وقت اللي هو ابنك ما توصلش. بالظبط ما توصلش ما توصلش. انا عايزه اعرف قتلت ابني ليه. عايزه اعرف يا مصطفى يا ابني قتلتك ليه. ربنا يستر. سكر. بكرهها، انا بكره اسم السكر نفسه، وانت بكره اسمعها، اسمع الاسم. منها لله. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا سكر. ده قاعد فرحتنا، كنا بنرسم فرحه انا وامه عايشين على حلم، عايشين عليه. ده لبسه ابوه جابه له ما لبسوش. والله جايب له لبس واروح يا ام مصطفى هات اللي انت عايزه يا محمد، هات اللي انت عايزه يا محمد لمصطفى، وحلم خلاص ما تحققش. ابوه جاب في الحج قلت له ادعي لمصطفى. الحمد لله. كنت بتتمناه بعد الثلاث بنات؟ والله كنت بتمناه وشحطته من ربنا ودعيت لربنا واداهولي الحمد لله، وما يغلاش عليا. الحمد لله على ما يغلاش عليه الحمد لله. بس مش بالطريقه البشعه. ربنا يجعلنا من الصابرين يا رب. بس انا بطلب اعدام البت دي في اقرب وقت. ان شاء الله. انا عايز حق، انا عايز العداله تجيب لي حق. ان شاء الله حقكم. انا عايز العداله تجيب لي حق. ان شاء الله حقكم يا رب. قولي دي اللي انا عايزه من ايه؟ ربنا. ليك اي طلبات تانية؟ انا بطالب بشنجها للمره ومليون، بطالب بشنجها انا وامي. ان شاء الله. واحضر اعدامها. ان شاء الله. ده اللي انا عايزه من العداله بتاعت بلدي، وانا عارف ان عداله بلدي مش هتسيب لي حق بعد ربنا ان شاء الله. ده اللي انا طالبه. زي ما حضراتكم سمعتوا كده مشاهدي ومتابعي موقع جريدة أهل مصر في كل مكان، تفاصيل مأساوية سمعناها مع حضراتكم من أسرة مصطفى طفل الشرقية ضحية الغدر على إيد جارته اللي قتلته بسبب الغيرة من أهله، بسبب خلافات قديمة. إيه السبب لحد دلوقتي مفيش أي حد عارف. حرق قلب أمه اللي كانت بتتمناه بعد ما أنجبت 3 بنات. والده نزل من السفر قبل وفاته ب3 أيام، يوم الحد الماضي راح
علشان يجيب المستلزمات الخاصة بعمل عقيقة ليه. اتصلوا عليه أهل بيته قالوا له إن مصطفى تايه، رجعوا يدوروا عليه مش لاقوه. حتى من ضمن اللي قتلته كانت بتدور معاهم عليه بتقول لهم في الشارع يا رب تلاقوه. بعد ما قتلته الست اللي جارتهم دخلت عملت كوبايه شاي وطلعت تشربها قدام البيت بكل جبروت وبكل برود. قتلته بدم بارد، استغلت تواجده قدام باب بيتها واستدرجته لجوه، خنقته ووضعته في جوال واحكمت غلقه وقامت بوضعه داخل حقيبه. كاميرات المراقبه جابتها وهي شايله الحقيبه اللي حطت فيها مصطفى الطفل اللي لم يتعدى عمره العامين، واخدته ورمته في احدى المجاري المائيه او ترعه خلوه الشعراوي التابعه لمركز ومدينه منيا القمح. يعني حرقت قلب امه وابوه عليه، ابوه اللي غايب عنه بقاله اكتر من سنه وكان راجع فرحان بيه وراجع يعمل له عقيقه، ولكن للاسف اتوفى بعد نزول والده بحوالي 3 ايام على ايد جارته اللي قتلته بكل بشاعه. تفاصيل مأساوية عرضناها على حضراتكم مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر. انتظرونا في تفاصيل جديدة في نفس الواقعة بإذن الله من هنا من محافظة الشرقية.